بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا المحترمين اينما كنتم. مرحبا، اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من ملعب جوزيبي ميازا هنالك في ميلان، واجواء كبيره جدا في هذا الملعب بمناسبه نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، لقاء العوده بين الانتر وبرشلونه 3-3 كانت نتيجه لقاء الذهاب. اليوم يلعب بزومير في حراسه المرمى بثلاثي خط الدفاع بقياده اتشيربي، بيزك وباستوني في الجهه اليسرى، دي ماركو في الجهه اليمنى، دومفريس وسط الميدان، تشالانولو، باريلا ومخيطاريان، وثنائي الخط الامامي لوتارو مارتينيز رفقه ماركوس تورام. في الجهه المقابله نادي برشلونه بغياب كل من بالدي وكذلك كوندي في الرواقين، يلعب اليوم بتشيسني على الجهه اليمنى، ايريك غارسيا على الجهه اليسرى. هولندي البارسا بلباسها الاخضر غير المعتاد، ولو انه كره خطيره، الكره في الامام وباريلا في التغطيه ينقذ الموقف ويخرجها. تكون صعبه اليوم يا دي ماركو، هيلا من لامين، ودي ماركو يرجع ويخطئ من امام لامين جمال. عارفين من خلال وسائل الاعلام دي ماركو الكره لوين، والحكم مارتشينياك يرجع ويصفر خطا، خلى الافضليه وبعدين رجع وصفر خطا لفيدريكو دي لامين توزيعه في القائمه الثاني بعيده، مرت سلامات هذه الكره على رافينيا، تيريستي يسجل هدف ضد مرماه. مارتين دومفريز، لا مازال الخطوره، مازال لذلك كان يفكر هانس فليك انه ما يلعب جيرار مارتين. هذه كرة صعبة للانتر، متسلل وضيع وضع التسلل، صح، واضحه وضع التسلل من ماركوس تورام. التمريره شويه تعطل ليساندرو مارتينيز في تمرير هذه الكره. لامين التسديد، التمرير، التوزيع، الترويج. دي ماركو، خروج رائع من باستوني ينطلق من وسط الميدان، باستوني من هنا مخيطاريان استلمها ودخل مخيطاريان، ما هذا الدفاع، مخيطاريان عرضيه كرة إنيغو مارتينيز. ما هذه الفراغات التي بدأت تظهر على المنظومة الدفاعية لفريق برشلونة بهكذا الشكل. شوف مين جايهم، باستوني بهكذا الشكل، مرر الكرة من هنالك مع مخيطاريان من عند تشالانوغلو، ماركوس يا تورام كانه انخلع لما جاته الكرة هكذا، وجد نفسه وحده داخل منطقة العميد، تشوف وكأنه لم يتوقع. في هذه اللحظات مخيطاريان ضيعتها، استرجعت من هنالك من ديونغ لأولمو، ضيعتها دي ماركو، خطيرة بابا جول لوتارو مارتينيز، وجول الانتر يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل، ولوتارو مارتينيز يعادل الرقم القياسي في عدد الاهداف في دوري الابطال في موسم واحد. لعبه ولا اروع في فراغات وفضاءات وشوارع في دفاع برشلونه. هانس فليك يدرك الخطا، الحكم يقول العب. من جمال يحتج على حكم المباراة. أولمو كثرت وعطلت وضيعت وفوت ضاعت الفرصة وضاعت الكرة وفاتت اللعبة، والحكم يقول ضربة مرمى لصالح الحارس زومير. هاي الإعادة وهاي يدخل بيدري ولكن بعيدة. قلت لكم عند دي ماركو، لامين جمال حاول يمر، لامين يرجع لإيريك غارسيا، جول ضربة مرمى رائعة الكرة هذه. إيريك غارسيا ولم يقدر دخل بيدري، أولمو لامين جمال، لعبة واحدة كافية لبرشلونة. بيدري، أولمو لامين، ولامين جمال من هنالك توريس لم يلحق، يبحث عن تورام، تسديدة هنالك على يسار الحارس تشيسني، كرة بعيد الأمام خطيرة، كوبارسي، يا تشالانوغلو ماذا ضيعت، يا تشالانوغلو ماذا ضيعت. تشالانوغلو لعبة مخيطاريان، هيلا للوتارو مارتينيز،
مارتينيز أوه لا لا يا كوبارسي. الكرة سلامات، إذا لعبت الكرة سلامات وأنت رائع يا كوبارسي في اللعبة الماضية هذه. يفوت عليه المسها ولا لا؟ هاي الصعوبة انت حكم المباراة. المسها ما في بينالتي. اوه لا لا، ركلة جزاء يصفرها حكم المباراة مارتينياك. هذا القرار، شوف تشيزني خلى كل شيء اللي يحيط به وراح يركز على ركلة الجزاء. سجلها بروا، جول للإنتر، جول في الدقيقة 45 يفعلها تشالهانوغلو ويسجل الهدف الثاني للإنتر مثل ما حدث في لقاء الذهاب. الإنتر كان متفوق بهدفين مقابل 7. صارت 3. الحكم صفر هنا نهاية الشوط، تفوق الإنتر ب2-0 على برشلونة. نعود ونلتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام. مارتينيز، بيدري، فرانكي دي يونغ، داني اولمو، لامين جمال، فيران توريس ورافينيا. في الجهه المقابله الانتر بزومير في حراسه المرمى، باستوني، اتشيربي وبيسك، دي ماركو. الجهه اليوستينيس يتفوق لوتارو، والحكم مارتينياك يصفر الخطا للانتر. الحكم يقول ضربه مرمى، الحكم يقول ضربه مرمى يا لامين. بيدري يلعبها بينيه مع توريس، رجعت له بيدري، كرة صعبة لجيرار، ترجع له مرة أخرى مارتينو. بابا جول. إريك غارسيا يسجل واحد من أجمل أهدافه في حياته. الكرة من جيرار مارتين لإريك، وإريك بيمنى يحطها في الزاوية البعيدة ويسجل الهدف الأول لبرشلونة. زومار ينقذ الانتر. تشيزني يسد هذه الكرة بروعة. دي يونغ يلعب من هنا في اتجاه المدافع مارتين جيرارو. جول. أي دفاع هذا في الإنتر. البارسا تعود من بعيد وتسجل هدف التعديل. أولمو فعلها وسجل هدف التعديل، ولكن خلى مخيطاريان اليوم يلعب. هذا دفاع طلياني، وضعية تسلل، لم يعد قادرا تورام على الجري. نعم وضعية تسلل. أعطونا إنزاغي. التغطية الدفاعية تلعب في الوسط، استرجعت لعناصر الإنتر لفترة قصيرة. لامين خاب. يا له من لامين ويا له من جمال. هذا السيناريو الغير متوقع تماما. والله يا لامين جمال أنت جميل جمال، والله مالك مثال ولا في الخيال. برشلونة يا زومير على خط ال18، زومير ورافينيا، رافينيا وزومير، رافينيا يا لامين. يا فرانكي يا دي يونغ، انت لازم يدفعوا لك فلوس لكي تمر. لامين جمال، لامين يمر، لامين في القائمة يخرج. عن بعيد خطير وعن قرب خطير، لما يسدد خطير ولما يمرر خطير في زاوية مفتوحة. لامين وتوزيعه وبرل. دارميان يلعبها لدومفريس، كرة خطيرة للإنتر، ملعوبة. لعبت من هنا لبيدري وصلها لدوتولو، خطيرة تسديدة ومرة ثانية وجول. هذا هو برشلونة الجمال، هذا هو برشلونة الإبداع، هذا هو برشلونة المتعة، هذا هو برشلونة ب7 أرواح. 5 تتويجات و3 خسائر. بيدري محاصر، بيدري وخطأ لصالحه. يا له من سيناريو، يا له من مباراة. لامين جمال كوبارسي يرتقي ويتفوق، وصلت لتورام ودومفريس وجيرار مارتين، دومفريس يتفوق والعرضية. لا يفعل
على الطليان. تشيربي يحبس الانفاس ويعدل النتيجه للانتر في الوقت بدل الضائع من عمر المباراه. الطليان عندما يخرجون يهيجون، الطليان عندما يخرجون يعدلون. رابين بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا الى مجريات الشوط الثاني من مباراة الانتر امام برشلونة. 3-3 كانت نتيجة 90 دقيقة من عمر هذه المباراة في سيناريو ولا في الاحلام، نعم في سيناريو غير متوقع تماما، انتهى بعودة الانتر في اللحظات الاخيرة من عمر لامين جمال حاول يمر، يستفيد من خطأ خطيرة وجيرار مارتين يخرج هذه الكرة من امام فراتيسي. رايح كرة من هنالك من تورام من امامه. تورام توزيعة ارضية صعبة الكرة خطيرة، تزيد جول. فراتيزي جول رابع للانتر. وين رايح يا فراتيزي؟ وين هارب فراتيزي ورايح؟ لاعبو الانتر كلهم خلفه، حب يطلع للمدرجات فراتيزي، خليه يروح بعد ما سجل الهدف الرابع. الانتر لا يموت، الانتر يعود. هذه تصرخ ماذا تفعل؟ اجواء كبيرة في ملعب جوزيبي ميازا في ميلانو. اليسرى المدافع اوغوستو، الراوخو يتدخل ويكتور فور. حكم صفر نهاية تمريرتين حاسمتين بالنسبة لامين جمال باليمنى، لامين وباليسرى لامين يوزع كرة خطيرة. يا ليفا بالمليمتر رايعة الكرة هذه من لامين جمال في مساحة ضيقة باليمنى او باليمين. يا لامين عن طريق اوغوستو، العرضية من اوغوستو خطيرة. الخطورة لا فراتيزي كاد يسجل الخامس وينهي المباراة. هاي اللعبة رافينيا يبحث عن لامين، وصلته لامين. هو الجول ضاعت، صدها زومير واخرجها ركنية. كاد يأتي هدف التعديل من لامين جمال. رافينيا هل سيكرر ما الوقت بدل الضائع ايضا انتهى. الانتر يضمن تأهله باعجوبة الى المباراة النهائية في انتظار منافسه غدا في المواجهة بين باريس سان جيرمان وارسنال. فراتيزي ما زال حي، لم يتوقف.